نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش رايك شيخ؟ نعم. الحمد لله. الجزائر. اسمعني فيها مليح من الجزائر. أنا أعرف أن الجزائر. نعم. راك شيخ لا بأس. لا بأس. شيخ حبيت نحكيك واحد هذا. نعم. تسمع فيها مليح شيخ. قل. كثرت هنا الهضره هنا في الجزائر عن العراق، انت في اردن شيخ. حبيت نشوف الفتوى دي تاع لو كان تنوض الحرب كاين في الحياه في العراق وما بين العراق وامريكا. ما حكم شرع الله في هذه المساله؟ أنت باعتبارك جزائري وأنا سوري مطعم أردني، فعليك أن تتمهل قليلا معي وتتكلم كلمة كلمة حتى نفقه عليك مما تقول. بارك الله فيك شيخ. تمهل في كلامك. ما هو سؤالك؟ إذا اندلعت الحرب في الخليج. أيوة. شرع الله في الجهاد. ليس هناك جهاد في هذه الأيام. ولو. أين الجهاد الذي تعنيه؟ جهاد لو كان زعما اسمح لي ماشي لو كان. أين الجهاد؟ قل لي أين، في أي بلد الجهاد؟ في الحجاز. لا تطل الكلام. في الحجاز الحاج. الجهاد في الحجاز؟ اسمعني شوف أنا القوة هذيك تاع أوروبية والأمريكا في الحجاز والأخرى والعراق في العراق، صح كانت موت الحرب تسمى في الحجاز راهي في أرض مكة. يا شيخ لا تتكلم كثيرا، تكلم قليلا. أنا أقول لك كلمة وأجبني أنت بمثلها. أين الجهاد؟ من هم المجاهدون الذين تريد أنت أن تجاهد معهم؟ من هم وأين هم؟ المسلمين. نعم. المسلمين يا شيخ. المسلمين في سوريا. أنا الحاج. في سوريا. قل نعم أو لا. نعم يا شيخ. المسلمين في سوريا. لا ماشي في سوريا، أنا بقولك الحاج على تاع الجزائر يا شيخ. أنا أسألك يا شيخ الله يهديك، قل نعم أو لا. نعم يا شيخ. أنت قلت المسلمون، أليس هناك مسلمون في سوريا؟ نعم هناك مسلمون في سوريا. حسنا، هكذا أجبني تريح نفسك وتريحني معك. فهل هؤلاء المسلمون في سوريا هم المجاهدون الذين تريد المسلمين في العراق؟ لا. إذن أين هم هداني الله وإياك؟ أين هم؟ يا شيخ أنا نهضر على بلادي على الجزائر هنا تما كثرت الهضرة بزاف يقول لك هكذا، يقول لك لو كان انتهت الحرب هل تقوم راية الإسلام، هل تقوم رايات تحت الإسلام للجهاد ماشي من أجل العراق أم من أجل السعودية، من أجل بيت المقدس والحجاز. الله أكبر الله أكبر. الناس عايشين في أوهام، في خيالات. شيخ. أنت يا شيخ في الجزائر. هي الجزائر يا شيخ. هل الجزائر دولتكم تسمح لكم بالجهاد في سبيل الله؟ لا تسمح. إذن كيف تتصورون أنكم تستطيعون أن تجاهدوا؟ كيف تتصورون؟ كيف تصلون إلى منطقة الجهاد إن كانت هذه المنطقة لها وجود؟ هل تطيرون بالطائرات التي نزلت عليكم من السماء؟ سيكون إن شاء الله سيكون يا شيخ هنايا من حتى تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ تاع بيت المقدس تاع الجهاد في بيت المقدس. دارت هنا تاع تحالف، ماشي ليس تحالف، تواحد ما بين ولاية فلسطين وولاية الجزائر، وهناك 5 ملايين من المسلمين شباب في الجزائر كلهم سجلوا أساميهم وبعثت الحكومة الجزائرية يلتحقون بالجيش من سنة 63 باش يلتحقوا بالجيش الجزائري. ما كاين حتى جيش جزائري، كاين جيش تحت راية الإسلام هنا في الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله. أسألك كم عمرك؟ 23. 23.
من أجل ذلك أنت تتحمس وتعيش في الأوهام. كيف يمكنكم أن تصلوا إلى فلسطين وتجاهدوا وتقاتلوا اليهود؟ هل تطيرون أم تمرون على الأرض؟ قل لي واحدة من اثنتين. قال وين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ أنا نسأل فيك أنت، أنا تسموش أنا نقول لك حتى عن الجواب. أنا أجبتك بأنه لا جهاد الآن. الآن الجهاد هو جهاد النفس، ولكن لا أريد من إخواننا المسلمين في الجزائر أو في غير الجزائر أن يعيشوا في الأوهام وفي الخيالات، وتقول عندكم كذا مليون مسلم وأنهم سيجاهدون في سبيل الله ويصلون إلى فلسطين. فإذا سئل أحدهم من المتحمسين مثلك كيف تصلون إلى فلسطين؟ أتمشون على الأرض أم تطيرون في الهواء؟ ولعل الله سخر لكم بساط الريح الذي خصه الله لسليمان عليه السلام، فلما أضعك أمام الواقع تطير الأحلام وتتبخر وتصطدم مع الواقع، فترجع لتقول نحن نسأل أهل الذكر. أهل الذكر قالوا لكم لا جهاد الآن، لأن الجهاد يتطلب إلى استعدادات، أولها الاستعداد الإيماني، ثم بعد ذلك الاستعداد المادي. أما أنك تقول في كذا مليون مسلم في الجزائر، وهؤلاء الملايين من المسلمين محاربين من كل ناحية وصوب من الدولة ومن الأحزاب الأخرى، ثم تتخيلون أنكم تصلون إلى فلسطين، فهل فكرت كيف تصلون إلى فلسطين وبينكم وبين فلسطين ما هو أقسى عليكم وأصعب من سد ذي القرنين؟ هل فكرت في هذه النقطة؟ هذه المسألة سئلتها من قبل من غيرك من الجزائريين، فعلمت أنكم طيبو القلوب، ولكنكم لا تنظرون بنظر الشرع والعقل معا. لعلك فهمت الجواب الآن؟ فهمتك بالأحسن يا شيخ، فهمتك أحسن وشكرا يعني. بارك الله فيك وجزاك الله خير. ما عندناش علماء كبار ولا ليفتوا على بان الناس في الجزائر تخفي واحد يهضر هكذا وواحد يعلن الجهاد وواحد ما يعلن الجهاد. انا شخصيا انا حبيت نسقسيك يا شيخ منك ديريكت هكذا من عند. انا اقول لك جزاك الله خيرا، لكن لا تعيش في العواطف الهوجاء، وانما كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الى اخر الايه. بارك الله فيك. بارك الله فيك وفيك بارك. بارك الله فيك يا شيخ. والسلام عليكم. شيء مؤسف والله يا الجماعة هذول الطيبين. كيف؟ يخرب بيت المنافقين. رايح على المؤتمر. نعم راح على صدام الله المستعان. هو كفر اظن ايام الشيعة. هذا